البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البنات، اليوم غادي نحضروا واحد الطاجين كيجي ساهل في التحضير ديالو، كيجي رائع لا في المذاق ولا في التحضير ديالو، كيجينا ساهل بزاف بزاف. وغادي نحضروا هذا الطاجين ان شاء الله بالكفته ديال الحوت الابيض. بقاو معايا البنات تشوفوا معايا المقادير. المقادير اللي عندنا هنايا البنات، عندنا هنايا شويه ديال الحوت، عندي هنايا نص كيلو ديال الحوت ميرنا الابيض، يعني الحوت الابيض مقشره، يعني بزعناها راح نديروها غير بيدينا، اللي بغات طحنها بالماكينه طحنها بالماكينه. عندنا هنايا واحد الكاس ديال الروز الصغير، الروز الابيض، وعندنا هنايا واحد جوج مطيشات كبارين، وعندنا هنايا شويه ديال الفلافل مخلطه، الحمراء والخضراء والصفراء، وعندنا هنايا شويه ديال المعدنوس والقزبر. عندنا هنايا هاد الاوراق ديال اوراق سيدنا موسى، وعندي هنايا واحد جوج دروس ديال الثومه. عندنا هنايا القزبر كارم، عندي هنايا الابزار، عندي هنايا شويه ديال السكنجبير والخرقوم، الملحه والتحميره. دابا غادي نجيبو طاجينه نعملو فيها شويه زيت الزيتون، غادي نعملو فيه شويه زيت الزيتون ونعملو فيه هاد المطيشه اللي عندنا هنايا. دابا غادي نحيدوه، عاد غادي نخلطو هاد الحوت. دابا غادي نعملو هاد الحوت هذا، غنعملو معاه داك الرز البنات كنكونوا سلقناه شويه تسلقه، يعني نص سلقه يلا كيبدا طياب، وكنصفيوه، يعني كنصفي الا كنشرب الماء ديالو شرب، الا ما شربش كنصفيوه من داك الماء ونخليوه على جنب باش نخلطوه في الحوت. درنا هنايا هاد القزبر والمعدنوس شويه وشويه، خليناه حتى الاخر، وعملنا ديك الدريسات ديال الثومه. دابا نديرو شويه ديال هاد القزبر يابس. الاخوات اللي ما عندهمش القزبر يابس ما بغاوش يديروا شويه ديال الكمون. انا ما بغيتش نخلط الكمون والقزبر يابس بجوج بيهم، غادي تجينا الكفته مجهده. ديروا شويه ديال التحميره، فلفل احمر، نديروا شويه ديال الملحه، ونديروا شويه ديال الخرقوم، نديروا شويه ديال السكنجبير، ونديروا شويه ديال الابزار. صافي غادي نخلطوا هاد الشيء اللي عندنا هنايا، نعملوا معاهم شويه ديال الزيت باش نخلطوهم غير شويه، وغادي نخلطوا هاد الحوت مع ديك التوابل اللي عندنا كاملين بحال هيدا، غادي نخلطوهم مزيان مع بعضيتهم، مع ديك الروز وديك الحوت خصهم يدخلوا في بعضياتهم مزيان. طريقه ديال تقريبا طريقه ديال يعني الكفته ديال السردين، ولكن هادو اللي ما كياكلوا لهمش الوليدات، يعني السردين ما كيبغيوش ياكلوا الكوري ديال السردين، يقدروا يديروه لهم هاد الميرنا هادي، ولا المهم الحوت الابيض اللي كاين الابيض. نخلطوه بحال هيدا. دابا نبداو نكورو فيه باش نعملوه في الطاجين. غادي نعملوه ديريكت، ما نديروش الاخوات اللي بغاو يديروا شويه مطيشه طيب وهما كيكوروا يديروا فوق البوطه ويديروهم. اللي بغات دير يعني مطيشه دير شويه فوق البوطه، تصاد شويه فوق البوطه. اللي بغات ما بغاتش غادي ديرها ديريكت، يعني غادي دير بحال غادي نعمل انا دابا. غادي نعمل نكور الكويرات بحال هيدا وننزلهم في طاجين.
بهذا الشكل هذا. وما تخافوش البنات يتحلوا لكم ولا شي حاجه في الطاجين، كيبقاو كيف ما كنتنزلوهم بحال هيدا كيبقاو. وما تكثروش غير الرز، الكاس ديال الرز، الكاس كنقول الكاس ديال العنبه ديال الرز كنعبر به من قبل ما يطيب، يعني قبل ما يطيب الرز كنعبر الكاس ديال العنبه، هو اللي كنسلقوه كنعملوا معاه الكاس ديال الماء ونعملوه فوق البوطه. ملي كيبدا لينا يعني كنشوفوا داك الكاس ديال الرز شرب داك الكاس ديال الماء وكنحيدوه من البوطه، وديك الساعه كنخليوه يقطر باش الا بقات فيها شي قطيره ديال الماء عاد كنديروه مع الحوت كيبرد شويه عاد كنخلطو مع الحوت. كيف ما شفتوا معايا هنايا صافي كورت داك الكويرات ديال الحوت وكنعمل هاد الفلافل معهم. الاخوات اللي بغات تعمل فلفله ولا ما بغاتش تعمل حامض ولا شي حاجه، انا ما بغيتش نعمل الحامض مع المرنه ومع الروز وهذا ما درتوش، مع كيجي شويه كيجي مع السردين بزاف، ما درتش معاه الحامض. لكن الاخوات اللي بغاو يزينوا به ولا اللي بغاو يديروا راه كيدخل الانسان كل الحاجه كيبغيها يقدر يدخلها. ممكن نشكلوه بحال هذا الشكل هذا، ودابا تشوفوا معايا مور ما نسالي. صافي نعملوه بحال هيدا ونعملوه فوق البوطه البنات يطيب، وما كيديش من وقت ديال الطياب بزاف دغيا كيوجد. المهم هاد الطاجين هذا عنده 10 دقائق كيكون واجد، حيت السمطيشه دغيا كطيب والحوت كذلك والرز بدا كان كيطيب. دابا شوفوا معايا هنايا البنات صافي ما الكاميرا ما بقاتش كتبان بهذا بربو ديال الطاجين كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هو الطاب. ودابا غادي نعلوه شويه ديال القزبور المعدنوس هذوك اللي كانوا بقاو غادي نعملوهم بحال هيدا من الفوق وصافي ونطفيو عليه البوطه ونخليوه يبرد شويه ونقدموه. صافي البنات الطاجين ديالنا هو هذا وجد على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوه معايا. كنخليوه يعني ماشي غادي نطفيو البوطه حتى كنشوفوا صافي ناشف بزاف بزاف، يعني ضروري دائما البنات الاخوات المبتدئات الطاجين دائما غنطفيو عليه البوطه كتكون باقي كتبان لينا شويه ديال المرقه، حيت الطاجين مور ما كنطفيو عليه عاد كيبدا كيشرب المرقه ديالو. ها هو كيفاش كيجي البنات الكواري بقاو كيف ما هما، يعني ما دابوا ما حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا معايا. جا رائع رائع البنات وسهل في التحضير ديالو. المهم كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم، والسلام عليكم فيديو جديد ان شاء الله.